الصمت في حضرة الجمال جماله، وفي حرم الجمال جماله. استمتعوا بهذا التدريب. رسام جديد من أرض سلفادور دالي، رسام جديد من أرض بيكاسو. عرفتوا بدري اللاعب اللي كيبان ديما كيختار الباص على التسديد، ولكن فاش يقرر يسدد كيتحول لوحش هجومي. تخيل معايا اللاعب الوسط الصامت اللي كيعشق الاسيست، كيولي هداف كيرعب الحراس. واش بدري غادي يبقى مايسترو التمريرات ولا غادي يولي صانع الاهداف بقدم؟ من نهار دخل بدري للبارسا الكل شاف فيه لاعب مختلف، لمسات وحده، نظره وحده، وباص كيدمر اي دفاع. بزاف ديال الناس سموه خليفه انيستا، ولكن كان عنده عيب صغير او ميزه خفيه، قليل كيسدد. ديما كيفضل يعطي الاسيست، يخلي المهاجم يسجل ويبقى هو خلف الستار. تشافي اللي كان مدرب ديالو في البارسا قالها ليه مرارا: بدري خاصك تسدد اكثر، عندك رجل ذهبيه. لكن بدري كان دايما يميل للباص السريع، وحتى الجمهور بدا يتساءل واش هذا اللاعب قادر يولي هداف ولا غادي يبقى مايسترو التمريرات فقط. وجات اللحظه اللي بدلات الصوره كامله. ضد تركيا بدري ماشي غير لعب، بل صدم الجميع. هدف أول وهدف ثاني بالطريقة اللي ما كان حتى واحد متوقعها. تسديدات قوية مركزة، بينت أنه بدري ماشي غير صانع لعب، ولكن حتى قناص فرص خطير. هاد الجوج أهداف ماشي غير زادوا الأرقام ديالو، لكن زادوا النقاش. واش بدري غادي يغير أسلوبه؟ واش من بعد هاد المباراة غادي نشوف نسخة هجومية جديدة منه، تجمع بين تمريرات سحرية وتسديدات قاتلة؟ بدري اليوم عطانا رسالة واضحة: من اللي كيبغي يسدد يقدر يكون أخطر من أي مهاجم، لكن القرار ديما عنده، يبقى مايسترو الأسيست ولا يتحول لنجم أهداف. واحد الحاجة أكيدة، بدري مازال غادي يفاجئنا بزاف. إنه يلعب بعقله وقلوبنا. يا بدري يا بدري، أنت تلعب بعقلك لكنك تلعب بقلوبنا، هل تعرف ذلك؟ يا للرؤية التي تمتلكها، متعني يا ساحر.